السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان، يا رب تكونوا بخير. عاوزين بقى نعمل الاسبونج الجاهز بطريقة سهلة وكمان تكون مضمونة، بمقادير مظبوطة جدا. يطلع معايا الكيكة عالية، ما تهبطش مني بعد ما تطلع من الفرن، وكل الشكاوي اللي احنا بنسمعها، وتديني طبقات حلوة بعد ما اعمل التورتة، تكون التورتة بتاعتي عالية وحلوة قوي زي ما حضرتك شايفة كده. الاسبونج بتاعي طالع بسم الله ما شاء الله، حلو ومظبوط ومرتفع. تعالوا بقى نشوف المقادير كانت معانا ايه. معانا 450 جرام من الاسبونج، وخمس بيضات، ونص كوبايه من الميه، وكمان معلقه من الخل، ومعلقه من المحسن الجل، ورشه من الفانيليا السائل. انا هنا هشتغل في العجين، فهحط كل المقادير على بعضها كده، وبعد كده هضربها. طب لو حضرتك شغاله بالمضرب، هتحطي البيض والفانيليا والخل والمحسن، وتضربيهم ضربتين كده بالمضرب، وبعد كده تنزلي بالميه والسبونج، وتفضلي تضربي فيه لحد ما لونه يفتح. لان طبعا انا هنا هشتغل بسبونج شوكولاته، او سبونج كاكاو يعني، عشان عاوزه اطلع الكيكه بتاعتي بالكاكاو. تمام. فهشتغل، هضرب فيها بقى لحد ما لونها يتغير ويفتح معايا خالص، وكمان هتكون مرتفعه معايا جدا. بصوا انا حطيتها كده وبدات اضرب فيها، وبدات تفتح معايا. اثناء بقى الضرب بتاعها هبدا اجهز الصينيه. الخطوه دي في ناس كتير بتسال عليها، فحبيت اعملها قدامكم. الصينيه اللي معايا دي مقاس 20. زي ما حضرتك شايفه كده، هي مرتفعه، مش من الصواني العاديه. لكن لو حضرتك عندك صينيه عاديه بتاعه البيت، هترفعي الجوانب بتاعتها بورق زبده. وتنيت الورقه زي ما حضرتك شفتي كده، انا حاولت ابينها لك في الفيديو، وبدات احطها في نص الصينيه عشان اخد القطر بتاعها بالظبط، واظبطها، وبعد كده احطها في قاع الصينيه. وهبدا كمان احط ورق زبده في الجوانب. طيب زي ما قلت لحضرتك، لو انت هتشتغلي في صينيه عاديه اللي هي الارتفاع العادي بتاع كل بيت، هتجيبي الورق الزبده وتعلي بيه الجوانب اكتر من الارتفاع بتاع الصينيه. يعني ايه؟ تبقى مثلا قدها، قد ارتفاع الصينيه كده. تمام. لو انت هتعملي نفس المقدار اللي انا هعمله ده، عشان يطلع معاكي كيكه مرتفعه. لكن لو هتشتغلي في الصينيه المرتفعه دي اللي هي العاديه بتاعه الكيك، هتحطي بس جوانب الصينيه كده ورق زبده زي ما حضرتك شايفاني بالظبط بعمل كده. طب كل ده بقى والضرب طبعا شغال في الاسبونج، انا عاوزاه يفتح معايا خالص، وقوامه يتقل كده، وكمان لدرجه ان انا الاقيه زي قوام الكريم شانتيه. يعني لو اقلب البوله اللي انا شغاله فيها ما يتقلبش او ما ينزلش. هو ده القوام المظبوط للضرب. بصوا انا بوريكم اهو، يعني ايه، نفس القوام ده بالظبط. عاوزه توصلي الكيكه مظبوطه، لازم توصلي في الضرب للقوام ده. طيب هياخد معاكي تقريبا يعني 8 دقايق على العجان. ممكن يوصل معاكي في المضرب لربع ساعه، بس ما تشترطيش بالوقت اللي بيتقال اكتر من ان انت تشترطي لازم بالقوام اللي انت بتوصلي له. طبعا انا في الوقت ده طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهحط الحله على الرف الوسطاني، وبدات اعمل فيها حركات دائريه كده بخل او باي حاجه عشان اطلع اي فقاعات. تمام. هي خدت معايا 45 دقيقه بالظبط، وكانت طلعت وجاهزه. طلعتها بقى، واول ما اطلعها هعمل ايه؟ هبدا اشيل ورق الزبده من عليها. ما ينفعش يا جماعه نسيب ورق الزبده عليها كتير، لان ده ممكن يخليها ان هي تتطبق من الجوانب وما تبقاش مظبوطه. وهطلعها كده على شبكه، لو عندك حضرتك شبكه هتطلعيها عليها تبقى كويسه جدا عشان تسيبيها تبرد، وتغطيها بفوطه. تسيبيها بقى لتاني يوم. هتشتغلي فيها بعديها بشويه، بس اهم حاجه تسيبيها على الاقل 4 ساعات عشان ترتاح، وبعد كده ممكن تشتغلي فيها. انا سبتها بصراحه يعني يوم او يوم ونص كمان، وبعد كده بدات اشتغل فيها. جبتها بقى كده، وبدات اقطعها. انا هنا ظابطه المنشار على مقاس 8. تمام. ممكن تظبطي المنشار على مقاس 9، هتديكي 4 طبقات مرتاحين جدا كويسين جدا. انا هنا ما ظبطت المنشار على 8، اديتني 3 طبقات حلوين، وكمان طبقه كمان رقيقه شويه. فممكن استفيد بالطبقه دي ان انا اشيلها في الفريزر واسيبها لاوردر تاني، او اسيبها مثلا مره تانية بقى اكون بعمل كيكه او بكون بعمل تورتايه. وممكن اعمل بيها قبات، يعني بص اي حاجه هنستفاد بيها مش هتترمي. بصوا هنا طلعت لي الطبقه الثالثه زي ما حضرتك شايفه كده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان منشار التقطيع ده اداه مهمه جدا في تقطيع الكيكه، لانه بيظبطها لي وبيخليها الطبقات كلها زي بعضها. وبكده بقى اكون جهزت الكيكه عشان هنعملها بقى تورتايه حلوه.
يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوناش بقى في اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم على خير والسلام عليكم.